يا مساء الفل. بعد ما اتكلمنا الفيديو اللي فات عن الاكس باص وازاي بنوصل ليه باكتر من طريقة، زي ان انا بكتب ال HTML سلاش البادي وان انا اوصل للتاج نيم، او ان انا ابدأ باتنين سلاش وادخل على البادي على طول، او ان انا اشيل كل ده اصلا وابدأ باتنين سلاش والتاج نيم والاتريبيوت نيم والاتريبيوت فاليو. معانا كمان طريقة اسهل من كل ده. يعني انا بقى هنا مش بحدد اي حاجة، بدل ما بكتب التاج نيم وكل ده. نجربها مع بعض. F12 زي ما اتفقنا احنا بنجرب في الكونسول. ليه؟ هنا لو كتبت حاجة غلط او حاجة بسيطة هيوضح، لكن انا لو غلطت هناك الكود هيقف. لكن هنا انا بظبط كل حاجة لحد ما اوصل للصح. يبقى زي ما متفقين بنكتب ازاي دولار ساين اكس، افتح قوس، سنجل كوتيشن. ايه هنا الفرق بقى؟ هكتب هنا 2 سلاش عادي. الفرق ان انا هنا هفتح القوس وهقول له قبل ما افتح القوس هنا هعمل علامة الاسترك اللي هي علامة النجمة اللي هي شيفت 8. هنا معناها ايه؟ معناها كده ان انا مش محدد، كده مش محدد اي حاجة، اللي هو بدل ما اكتب تيج نيم معين انا بدخل على طول على اللي انا عايزه. فانا هنا باجي اكمل عادي واقول له اد، وانا مثلا عايزه اوصله بالنيم فهكتب النيم واقول له يساوي ايه اللي موجود في النيم عندي. مثلا نيجي هنا نختار ممكن نختار الديسكريبشن اللي هي موجودة في ال H2. حلو. هاجي هنا هعمل، ركزوا عملنا برا سنجل كوتيشن، هنا هنعمل دبل كوتيشن. تمام. وهكتب description. تمام، جاب لي اهو ان انا كده كاتبه صح، وده ال H2. تمام. ودي كانت طريقة معانا في الاكس باص. عنصر معين ملوش اتريبيوت او حاجة مميزة بوصل عن طريق الاب للاكس باص. نيجي بقى لحاجة كمان معانا هي تبع الاكس باص، بس بعد ما عرفنا الاكس باص العادي النهاردة هنتعلم ازاي نتعامل مع العناصر الصعبة اللي ملهاش اي دي ثابت. اول اداة هتكون معانا هي ال contains. دي بنستخدمها لما نكون عايزين ندور على جزء من الاتريبيوت مش الكلمة كاملة. يعني هي بتكون عبارة عن ميثود تاخد اتريبيوت وجزء من الفاليو. طريقة ازاي نكتبها، خلينا نرن الكود ده برضو ونتأكد معانا وندخل على الكونتينز. تمام اهو جاب لي الكلمة واكسد كود 0 100. طيب خلوني اعمل كومنت للكود ده. وندخل على الكونتين وطريقة الكتابة ليها. ادينا وقفت، نروح عند الكونسول ونكتب. طريقة كتابتها برضو سهلة زي ما اتفقنا. علامة الدولار ساين اكس، نفتح قوس، نيجي هنا نعمل سنجل كوتيشن. تمام. وزي ما اتفقنا بالظبط 2 سلاش النجمة ونفتح قوس ونكتب contains اللي هي اتفقنا ان هي عبارة عن method.
وبعدين هفتح قوس جوه، وبعدين اكتب انا عاوزه اوصل عن طريق مثلا الكلاس، فانا هكتب كلاس. طيب كلاس وايه؟ هعمل دبل كوتيشن. بيقول لي انت عايز توصل ايه بالظبط؟ اقول له مثلا الليست. يبقى contain add class وعندي list. لازم نتأكد ان احنا كاتبين كل حاجة بالظبط. نرجع هنا تاني للكود. انا هنا واصلة عن طريق الاي دي، تمام، مفيش مشكلة. اي دي او الكلاس نقدر نوصل بأي حاجة. اوكي، خلينا زي الكود التاني عشان لما نرن. هنا اي دي welcome. اوكي، هنا اي دي وهنا welcome. تمام تمام، جابها لي 100. نرن ونشوف التانية. تمام، جاب لي، انا قلت له هات لي التكست، جاب لي التكست اكزit كود 0، فكله تمام. معانا كمان حاجة، ودي تاني أداة معانا، وهي التكست. ودي نستخدمها لما نكون عايزين نوصل للعنصر عن طريق الكلام اللي مكتوب عليه. خلينا نوقف الكونتين ونفعل التكست. تمام، زي ما شايفين طريقة كتابتها 2 النجمة تكست. نكتب هنا التكست الموجود، ودي ميثود، بس هنا لازم اكتب التكست كله. يعني انا لو عايز تكست مثلا معين، احنا كان هنا عندنا ايه؟ البنانة. تمام، مثلا هنوصل لها، ادي البنانة. انا عايزه اوصل لكلمة بنانة، وانا بقى مش عارف ان انا مثلا مش عايزه اوصل بالليبل ولا بالفور ولا بالتاج نيم، ومفيش زي ما احنا شايفين اي دي ولا شايفين اي حاجه. ايه الهدف؟ الهدف ان انا ممكن انا اوصل لبنانه، وهي عباره عن تشيك بوكس، فانا هعمل هنا علامه صح، بس انا لازم اوصل للعنصر الاول، فازاي اوصل لها وانا مش لاقي اي دي ولا نيم ولا حاجه؟ فالتكست بتقولك انا حليت لك كل حاجه، اكتب لي الكلمه اللي انت عايزها وهتوصل لها. يبقى زي ما اتفقنا، $، اكس، افتح قوس، سنجل كوتيشن، 2 شيفت 8 النجمة، سكوير براكتس، ونكتب التكست. وزي ما اتفقنا ان هي ميثود بتاخد قوس. اوكي، طيب بعدين يساوي. تمام، لاحظ ان القوس ده ما خدش حاجه، التكست ما بتاخدش حاجه في القوس. تمام، بعد اللي يساوي ولا حاجه، قولي الكلمه اللي انت عايزها. انت عايز كلمه ايه؟ بنانا. بس كده. في اسهل من كده؟ طيب نيجي نرن الكود ونشوف. تمام،
جاب لي بنانا و exit كود 0. انا كل اللي قلت له ان بس هات لي التكست، ما قلتوش مثلا اعمل كليك عليه. فتمام، هو طبق الدنيا كله تمام. واخر حاجة هنا معانا 5 دقايق تفكروا كده. صح، في الطريقة دي احنا دمجنا الاتنين مع بعض عشان اكتب جزء من النص. يعني انا عايزة اكتب، انا عندي سطر عايزة اكتب بس مش عايزة اكتب كله. طيب التكست بتقولك انت لازم تكتبه كله، والكونتنت بتقولك انت لازم تديني ايه اتريبيوت وفاليو. طب انا مش عارف، انا عايز جزء بسيط. خلاص، ادمج الاتنين مع بعض واكتب لي كلمة. زي مثلا بنانا، احنا كاتبين ايه؟ هنكتب مثلا بي ان ايه هيوصلها. زي هنا مثلا احنا كاتبين learn، بس هي كانت كلمة كبيرة. مثلا كلمة جوردن احنا ممكن نكتب ايه؟ جي او ار بس ويوصل لها. خلينا نرن ونشوف. تمام، شوفوا شايفين السطر الكبير ده كله؟ انا بس كتبت كلمة learn وهو جاب لي السطر كله. لو انا كنت استخدمت التكست لوحدها كان لازم اكتب السطر ده كله، ولو انا كنت استخدمت الكونتينز لوحدها كنت لازم اروح ادور فين السطر الكبير ده. تخيلوا كنت لازم اكتب الاتريبيوت اللي هو النيم واكتب الفاليو بتاعته، يعني قصة كده. طب انا عايز كلمة بسيطة وتغنيني ادمج الاتنين مع بعض بكل بساطة زي ما انتوا شايفين هنا الكود. ادي الكونتينز، دخلت معاها التكست وكتبت له جزء من النص وبس كده. حابة كمان اوريكم حاجة، دي تجميعة ازاي بوصل للعنصر. عندي الاي دي والنيم والكلاس واللينك تكست كل حاجة، وهنا الابسوليوت وهنا الاكس باص زي ما شرحناها مع بعض، contains تكست والدمج مع بعض. ممكن كمان بالسي CSS selector. عندي اكتر من طريقة. وبس كده، مش حابة اطول معاكم النهاردة، وسلام.